السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين وكل فيديو انتم طيبين، ورجعت لكم يا رجالة فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. طبعا يا جدعان فيديو النهارده الحمد لله رب العالمين جبنا حمام جديد وهنعرف قصته ايه، وعملت تجديدات في الغية وهنعرف قصتها ايه. عملنا حاجات حلوة كتير وفي مفاجآت حلوة كتير يا جدعان في الفيديو ده. بس في دقيقتين كده بس يا جدعان اخدهم من وقتكم، هتكلم كده في حاجتين، فلو انت مش حابب تسمع الدقيقتين دول يعني ممكن تجري عادي يعني. تمام. في البدايه يا جدعان عشان اخر مره والله هتكلم في الموضوع ده عشان هقفله من حياتي نهائي. انا الفتره دي قسما بالله العظيم اسود فتره عدت في حياتي، بدات من التعب زي ما انتم عارفين. بدات تاني حاجه ان انا اضطريت زي ما قلت لكم بعت الحمام والكلب والقناه وكل حاجه اتباعت، ولسبب انا ذكرته مليون مره قبل كده، بسبب التعب وبسبب المصاريف وبسبب الكلام ده كده كله. والناس اللي قريبه مني يا جدعان مثلا من صحابي ولا من قريبين مني من المجال عارفين انا بايع ليه، وعارفين انا صارف قد ايه في العلاج، وعارفين دنيا كبيره. انا مش لازم اطلع اوضح لكم انا اقول لكم انا صارف مبلغ كذا وعملت كذا، عشان الموضوع تقيل عليا وانا بني ادم ونفسيتي قسما بالله العظيم تحت الصفر بسبب بيع القناه. والله العظيم يا جدعان يعني حلمي ان انا كنت اوصل لل 100,000 دوت. عارفين يعني القناه دلوقتي ما شاء الله ربنا يبارك للي خدها وصلت 90,000 اهي. يعني حلمي وانا شايف القناه بتكبر وهي مش بتاعتي وخلاص داخله على 100,000، الحلم اللي انا كنت عايز اوصل له وامسك درع اليوتيوب، الموضوع تقيل عليا. انتقادات يا جدعان عمالين يشككوا فيا ويشككوا ان انا بعت عشان خاطر فلوس وبعت على متابعين وانتقادات كتير قوي. والله العظيم يا جدعان انا بقيت زعلان على الشخصيات او الناس اللي بتعلق دي. يعني ليه؟ يعني ليه بتخشوا في النوايا وليه بتظنوا في الناس؟ انا واحد من الناس يا جدعان قسما بالله العظيم انا ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام هخسر ده كله. طيب القصه يا جدعان اني انا مش حابب ان انا كل شويه واحد يقول لي انتقاد واطلع ارد عليه. انا قلت اقفل الباب نهائي المره دي. بصوا يا جدعان عشان نبقى خالصين، اللي هيظن فيا او اللي هيشكك في كلامي او اللي بيقولني كلام واللي بيقولني افعال ان انا بعت عشان خاطر الفلوس والكلام ده كده كله، انا مش مسامح اي حد والله العظيم. ولو بعد الفيديو ده كمان حد بينتقد وبيشك فيا انا مش مسامح. وعند ربنا يا جدعان تجتمع الخصوم، ويا رب كل واحد والله العظيم بيشكك فيا يشوف اللي انا شفته ويشوف الايام السوداء اللي انا فيها. انا يا جدعان انا لما رجعت الحمام تاني التعب والله زاد عليا، وبحاول ان انا اطلع ابين ان انا كويس، وبحاول بالمسكنات وبالادويه بطلع ان انا باين ان انا كويس، عشان مش عايز بقى ايه اعيشكم في الجو ده تاني ان انا تعبان والكلام ده كده كله. انا وصلت بيا مراحل يا جدعان في ايام كنت بجيب دم من كل حته، من مناخيري من بقي، وصلت بيا المرحله مش عايز احكي لكم الكلام ده كده كله، وبرضك ناس تيجي تشكك فيك وتقول لك انت وانت وانت وانت. طيب انا عايز بس ارد على حاجه كده باختصار. لو انا يا جدعان مثلا افرضوا على الكلام اللي بيقولوه ان انا بعت القناه عشان خاطر الفلوس، طب هبيع الحمام ليه؟ هبيع الكلب ليه؟ هبيع العيون وابيع كل ده ليه؟ دي حاجه. تاني حاجه لو انا افرضوا ان انا بعتها، انا هيبقى ليا عين مثلا ان انا اطلع عارض واقول لكم وناكف واقول لكم لا انا بعتها عشان كذا وعشان كذا؟ اكيد مش هيبقى ليا عين. ولو انا بنجح كنت هقول لكم يا عم انا بعت ومحدش ليه عندي حاجه، صح ولا لا؟ بس انا مشكلتي والله العظيم يا جدعان في قلبي، والله العظيم مشكلتي في قلبي اللي انا دايما اللي في قلبي على لساني، ما بخبيش حاجه عليكم ودايما بقول لكم كل حاجه. فالموضوع بقى تقيل عليا وعمال يضغط عليا اكتر اكتر. والله العظيم يا جدعان انا زي ما قلت لكم انا رجعت تاني لليوتيوب وللمحتوى عشان خاطركم وعشان خاطر ارضي نفسي، عشان انا من نوع ان انا لو سبت نفسي بالزعل ان انا خسرت ده كله وخسرت حاجه بحبها والله العظيم هرقد، وانا ما بحبش كده. فعملت القناه ديت وابتديت اشتغل عليها واحده واحده، والله العظيم ربنا يعلم اللي حصل. وهتشوفوا اصلا الحمام الجديد ده جه ازاي، والتجديدات اللي انا عملتها دي مش عايز اقول لكم ان انا والله لا يعني مش عارف اقولها ولا لا. قسما بالله العظيم التجديدات والحاجات اللي هتشوفوها دي انا جبتها عشان خاطر احسن من الصوره واحسن من الغيره واحسن من الكلام ده كده كله. واقسم بالله العظيم خدتها من واحد صاحبي والله العظيم ما دفعت فلوسها لغايه دلوقتي. يعني جايب حاجات بفلوس جامده وما دفعت فلوسها لغايه دلوقتي عشان اقدم لكم حاجه كويسه. الكلام ده كله انا مش عايز اقوله، وبرضك يجي ناس تنتقد، بس زي ما قلت لكم عشان ما اطولش عليكم يا جدعان، اي حد هيظن فيا سوء تاني، اي حد هيجي كده او كده يقول لي والله العظيم انا مش هرد، بس حقي هاخده عند ربنا، وعند ربنا بقى ايه تجتمع الخصوم والحياه هتبان. وبس كده يا جدعان عشان ما اطولش عليكم، عشان بجد دي نهايه الموضوع، واللي يقول بقى يقول ويعيد يعيد، انا احتسبتها عند ربنا. وزي ما قلت لكم بعد الفيديو ده اللي هيشك فيا واللي برضك هيفضل ظالم فيا سوء، يا رب اللي فيا يروح فيه ويشوف اللي انا فيه. بس كده وتعالوا يا جدعان بقى نشوف الجديد، يلا بينا. طبعا يا جدعان اول حاجه عملتها ودي بصراحه اللي خدت اخر فلوس معايا قسما بالله
دي اللي فلستني خالص بقى، اللي هو خلاص جبت اخري. اللي انا يعني الفتره الاخيره دي مش الفتره الاخيره، من ساعه ما بدات اليوتيوب وانا شغال يا جدعان كلها بداتا بكروت شحن والكلام ده كده كله، لغايه ما خربت بيتي. الحمد لله رب العالمين قدمت على الواي فاي، طبعا السلك ركب وكل حاجه، لسه مستني اللوتر، يعني مستني رساله هتجيلي ان انا استلم اللوتر. والحمد لله رب العالمين، دي كان حاجه نفسي اعملها من زمان، عشان بعد كده نهتم نعمل مواعيد لايفات، اسكان بقى هنا، اسكان على التيك توك، نظبط الدنيا، نطور من جوده الفيديو، نطول في الفيديو. الكلام ده كله انا ما كنتش بعمله، عشان خاطر كل ده زي ما قلت لكم شغال بداتا، شغال بكروت شحن. فدي كده كانت يعني اول حاجه عملناها. تاني حاجه يا جدعان، الاضاءه في التصوير اسكان الصبح او بالليل مش حلوه. طبعا هنا في الغيه انا ما عملتش حاجه، الشغل كله اتعمل في السلاكه. تمام، يعني الشغل كله اتعمل في السلاكه. اول حاجه هنشوفها التجديدات، بعد كده هنشوف الحمام الجديد. طيب يا جدعان، عملت اضاءه هنا عشان تبقى حلوه، هنشوفها دلوقتي. بصوا يا جدعان ما شاء الله، دي ليد طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو. والله يعني واخدهم من واحد صاحبي، ولسه يعني فلوسهم بقى ربنا يسهل ان شاء الله ونسدهم له. المهم يا جدعان اهمك، جبنا 6 ليدات ما شاء الله، من يعني حاجه محترمه جدا. تمام، وعملت كمان ليد هنا، عملت شغل حلو بردك في التصوير، عملت ليد هنا هنشوف ده كله دلوقتي. فالاضاءه زي ما انتم شايفين، دي الاضاءه القديمه، يعني دي الاضاءه اللي انا كنت شغال عليها بالليل. فبصوا كانت عامله ازاي، مش حلوه. وحتى في النهار لما الجو بيبقى مغيم شويه اما بشغلها بتبقاش حلوه. طبعا ركبت الليدات يا جدعان اول امبارح، المفروض ان انا كنت الفيديو ده هينزل لكم امبارح او اول، بس نزلت مكانه فيديو بيع الحمام بتاع صاحبي. تمام يا جدعان اهو، دي الليدات. طيب تعالوا بقى نبص دلوقتي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجو عامل ازاي، بصوا دلوقتي ما شاء الله يا جدعان، فرق رهيب. حتى في النهار لما كنت مشغلها لا الجو حلو، يعني في النهار لما كنت مشغلها الجو حلو. بسم الله ما شاء الله يا جدعان، زي ما احنا شايفين كده. لا اضاءة، الدنيا حلوة، الليد شغال، يعني ما شاء الله. بقت ظهر بقى، يعني في اضاءة كويسة. يعني حتى الكاميرا والله يمكن ظلماها، انا حاسس ان انا يعني قاعد في نهار. يعني بدل ما اركب كشافين ولا 3 ركبت 6 كاملين. طيب تعالوا بقى دلوقتي يا جدعان عشان ما اطولش عليكم نشوف الحمام الجديد، يلا بينا. طيب تعالوا بصوا يا جدعان عشان نبقى متفقين، الحمام ده لما انا نزلت الفيديو بتاع صاحبي، ناس كتير قوي قوي قوي، يعتبر 90% من الكومنتات قالوا لي خد منه حمام، خد منه حمام. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، العمليه معايا طبعا كانت منفضه خالص، والكلام ده كده كله انا والله العظيم انا مش عارف ان المفروض ان انا ما اقولش الكلام ده خالص، والله المفروض ان انا ما اقولهوش. بس زي ما قلت لكم انا ما بخبيش حاجه، وكان لازم اقول لكم الكلام عشان اللي في قلبه حاجه يسكت وما يقعدش يقول ايه ويظن بالناس سوء. ففي حد يا جدعان راجل محترم جدا جدا اسمه ابو مكه، الراجل ده يا جدعان من اسوان، يعني هداني بكام جوز حمام، وانا بشكره يا جدعان من الفيديو ده. والله الراجل يعني كتر خيره، هداني بكام جوز حمام حلوين قوي. وجبنا له بردك حمام من الراجل ده، بس طبعا مش هوريه لكم عشان ده حاجه خاصه بيه وهياخدها بعد العيد. ف اللهم صل على النبي. هنشوف بقى الحمام اللي جبنا يعني جابه لنا هديه، انا طبعا رحت جبته النهارده. فيلا بينا يا جدعان نشوفهم حاجه. طبعا اول قص معانا استراليات ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده يا جدعان، الله اكبر ما شاء الله. بصوا يا جدعان الحمام، يعني لو ملاحظين يعني البودره هتطلع في ايدينا شويه كده. بصوا الحمام اصلا ما شاء الله صحه كويسه، يعني اللي شاف الفيديو الحمام ما شاء الله صحه كويسه بتاع الراجل ده، مش متدبل بدبلته بس ما شاء الله يا جدعان اهو زي ما احنا شايفين. ده اول فرد من اول قص. نجيب البتاعه بتاعته. طبعا يا جدعان الحمام ده ما يتمسكش، اللي احنا كنا جايبينه ده الدكر، ودي النتايه ما شاء الله. النتايه دي شكلها فرخه يا جدعان اهيك ما شاء الله. تمام، لابسه دبله واحده، اللهم صل على النبي. هو حط عليها الرقم بتاعه. تمام ما شاء الله اهي دي النتايه. دول اول قص، الله اكبر، حاجه كويسه وحاجه محترمه جدا جدا جدا. يعني بصوا البودره البيضاء ابتدت تظهر في ايدي. يعني الحمام الله اكبر، احنا بنجيبه اصلا من البلبان عند الراجل ما كناش عارفين نمسكه، اللهم صل على النبي. تمام، دول كده اول قص. تاني قص يا جدعان هو وراني ابوهم وامهم. ابوهم كان ذكر استرالي عادي، مش عادي ذكر استرالي عادي، وامهم كانت منتهى صافي. تمام، فجايبين الجته دي وجايبين العظمه دي. ده الذكر اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله. بردك الجته دي كويسه يا جدعان، استرالي ازرق اهو ان شاء الله، حاجه كويسه جدا جدا جدا، الله اكبر. ده الذكر على فكره، هو وشه تحسه انه انتهى بس هو ده الذكر، اللهم صل على النبي اهو زي ما احنا شايفين. حمام بصوا عايز يجري من ايدي، حمام ما شاء الله ما بيتمسكش، الله اكبر. لا بصوا شايفين الاضاءه ورا شكلها عامله ازاي، لا يعني الاضاءه فرقت جامد والله يا جدعان ما شاء الله.
ودي يا رجاله النتايه ما شاء الله، النتايه دي عظمتها احسن من الذكر. بصوا يا جدعان النتايه عظمتها عامله ازاي، احسن من الذكر ما شاء الله. تمام. طبعا بعش وشقيه. تمام ما شاء الله يا جدعان. برضك بدبلته اهي، دبلته. تمام. الله اكبر. قص بردك كويسين، دول تاني قص بردك الراجل هدانا بيهم ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حاجه كويسه. تعالوا نشوف الباقي. طبعا ده يا جدعان ذكر اهوت استرالي برقبه. ثانيه واحده بس امسكه. طبعا يا جدعان ما شاء الله بردك من فرخه، يعني ما شاء الله من فرخه اهو ما شاء الله. حمام مش عارف اتحكم فيه والله، الله اكبر يعني. بصوا يا جدعان فرد الحمام اللهم صل على النبي، حاجه كويسه ومحترمه ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده اهو. الله اكبر. ده الذكر. تمام. دي النتايه يا جدعان اللهم صل على النبي. حمامات كويسه جدا جدا جدا. الله اكبر ما شاء الله، يعني حمامتين ربنا بس يدينا خيرهم كده ان شاء الله. الله اكبر. وبرضك بدبلته يا جدعان اهي. تمام. حمامه كويسه جدا 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 ما شاء الله. دي يعني دي يا جدعان شابه هتبقى نقش. طبعا بصوا ابتدى يبان فيها ايه ضوابير كده في جسمها كله، ان شاء الله هتبقى نقشه ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده اهو. طيب في بقى ايه مفاجأتين يا رجاله، في مفاجأتين. اول مفاجأة اهي. طبعا دي يا جدعان لما الراجل عارف شيماء ومتابعنا من زمان وراجل محترم، او لما شاف شيماء وشاف عنده الذكر ده قال لي ده لشيماء، يعني قال لي ده لشيماء ما شاء الله يا جدعان. ذكر مستواه كويس قوي قوي قوي، واصلا شبه شيماء يعني. بصوا هو شبه شيماء بسم الله ما شاء الله. بصوا وشه عامل ازاي. ذكر الله اكبر. ربنا بس يسهل ويشتغل مع شيماء. بصوا تعالوا نجيب شيماء، انا اول مره هجيبهم الاثنين جنب بعض. طبعا يا جدعان الحمام ده كله هنشوفه في البيبان، ومعلش لو الفيديو ده ايه طول معانا. طبعا ده الذكر اهو ودي شيماء. طبعا ما شاء الله يا جدعان هيليقوا مع بعض. هو طبعا العظمه دي غير دي خالص، بس باذن الله لو اشتغلوا مع بعض هيجيبوا حمامات كويسه قوي 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 قوي. تمام. دي حاجه. تاني بقى مفاجاه، دي بقى يا جدعان ناس كتير لما شافتها في الفيديو قالوا لي هاتها من عنده هاتها من عنده. دي يا جدعان نتايه ما شاء الله يا جدعان، كولا هزار. طبعا هي مش مستوعبه المكان والكلام ده كده كله، من نوع عامله زي شيماء بالظبط. دي عامله زي شيماء بالظبط، بتاخد عليك وتقف على كتفك وتعمل كل حاجه. عند الراجل كانت بتعمل معايا كده، لما جيت هنا وقفت معايا شويه بس لسه مش مستوعبه المكان شويه. تعالي تعالي خدي خدي خدي. خفيف. طبعا الصبح يا رجاله يا وليه خدي، مفيش بس على التليفون. طبعا الصبح يا جدعان اكلتها من ايدي وظبطتها. دي هو مسميها كوكو، بس انا مش عاجبني الاسم بصراحه، شكلي هغيره. معلش يا ابراهيم لو بتتفرج على الفيديو، شكلي هغير اسم كوكو. طبعا ديك ابراهيم هو اللي عطاها لي هديه، انا ما اشتريتهاش منه يعني. الراجل كتر خيره عطاهاني هديه ان شاء الله زي ما احنا شايفين. نتايه كولا ايه، كولا هزار. تمام. هو الراجل عطاهاني هديه، قال لي يعني ايه انت اللي هتحافظ عليها والكلام ده كده كله، كان خايف يطلعها بره. بصوا الحمام اصلا ما بتمسكش، فبصوا عمال تنهج ازاي ما شاء الله. فدي يا جدعان ما شاء الله يعني ربنا يدينا خيرها كده شويه، هخليها تاخد عليا وتحبني وتاخد على المكان. بس يلا روحي روحي. بصوا يا جدعان هي ما شاء الله ويلف عامله زي شيماء، بس بصراحه شيماء كحنيه اكتر. ده انا دخلت الذكر مع شيماء يا جدعان، دخلت الذكر مع شيماء والذكر بتاعه بدل ما احطه في الباب بتاعه. تعالوا بقى يا جدعان نبص على الحمام ده بقى في البيبان بتاعته. ايه يا كوكو، مش عارف اسم كوكو، حاسس انه تقيل كده مش عارف. هو بيقول لي سميتها كوكو عشان هي كولا يعني وكده. هو انا دخلت حاجه على حاجه ولا ايه؟ ده انا دخلت شيماء مع قص تاني اصلا. طبعا يا جدعان يعني ما شاء الله دولك اول قص همك اللي شفناهم ما شاء الله، قص كويسين. وخدت الراجل برضك قلت له على كام طاجن ما تاخرش بصراحه ما شاء الله. ودولك تاني قص همك الله اكبر.
طبعا في حمام احنا جايبينه لابو مكه، بس مش هينفع بصراحه عشان برضك حاجه الراجل مش هينفع اظهرها. طبعا يا جدعان دولك تاني قص همك، اللهم صل على النبي ما شاء الله. وده فين الباب بتاع كوكو؟ ده الباب بتاعها يا رجاله، تمام ما شاء الله اهي يا كوكو، تمام. وفي الدكر اهو، ده الدكر بتاع شيماء يا جدعان، اللهم صل على النبي، تمام. وطبعا في الدكر دوت بتاعنا احنا، الحمام عمل زبل عليه. وهنا في ايه؟ ده هنا في شمشون. يا شمشون خدت على الباب وهتضرب فينا ولا لسه؟ خد تعال 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 اضرب بس بس هيبتدي يعض. فين اهو، فين ايام زمان عض وحشني العض. خد تعالى بصوا بس كده ايه، هترجع له الذاكره يعض، تمام ما شاء الله. وهنا في الحمر غزار يا جدعان ما شاء الله، برضك تحتهم الحصويتين بتوعهم. احنا بس نطمن على الحمام بتاعنا كده في السريع. ودول يا جدعان خلاص جابت الحصويه التانيه هي، اللهم صل على النبي، ان هي جايبه الحصويه التانيه بقالها كام يوم ما شاء الله. والقص الاكشاك ما شاء الله، الزغلين بتوعهم زي ما هم كويسين. طب انا لسه منضف لكم الفيديو اللي فات ومنضف ومظبط الدنيا، لحقتوا بهدلتوا الدنيا كده؟ انا تعبت والله ما شاء الله. شيماء والدكر بتاعها طبعا يا جدعان، انا هشيل الدكر ده، انا ما لحقتش اعمل اي حاجه النهارده، يا دوبك جبت الحمام وفطرت ونزلت الشغل كده يومين العيد، فلسه جاي والله. يعني اصلا ناقص بتاع 10 دقايق ربع ساعه والفجر هيأذن. فالمهم يا جدعان هشيل منها الدكر ده، تمام. والاستراليات دول بتوعنا احنا ما شاء الله، الحصويتين برضك اهمك يا جدعان. طمن بس كده على الحمام في السريع. ودول المفروض كانوا يفكوا، بس لسه يعني ممكن كام يوم ويفكوا ما شاء الله. الزر لطيفه الله اكبر. والزغلول بتاع الاكشاك اهو يا جدعان، ابن الاكشاك اللهم صل على النبي عليه، ابتدى يريش اهو، هيطلع بنيدي طبعا زيهم. وهنا دولك الزغلين، طبعا دولك يا جدعان هاخد منهم العيش ده وهفديهم من بعض، هشيلهم من بعض خالص، مش هخليهم طبعا واخدين بعض، تمام. ودولك فين الزغلولين؟ هم انا قلت راحوا فين؟ ما شاء الله يا جدعان، الزغلولين هم قدامهم مثلا اسبوع ويتنقلوا ما شاء الله. طبعا انا شغال معاهم ميكس كل يوم، يعني بساعد مع الاهالي. ودولك طبعا اعطيناهم لبعض. طبعا يا جدعان هو دول خلاص خدوا بعض والنتايه قربت تحصي، تمام. ده ايه ده؟ والنتايه قربت تحصي ان شاء الله. هاخد منهم العش ده وهشيل الدكر ده واحط مكانها، يعني هحط للنتايه ديت الدكر اللي مع شيماء، يعني النتايه دي كده هنحط لها الدكر ده، الدكر الباكستاني ده. يا شوشو تعالي اعرفك على كوكو، شيماء وكوكو ان شاء الله يا جدعان، ترند على التيك توك قريب، شيماء وكوكو. يلا مين هيجي الاول؟ يلا شيماء شوف بقى مين هيغير ولا مين هيجي الاول. يلا مين هيجي الاول؟ شيماء انت ولا كوكو؟ يا وليه خدي يلا. مين هو في صدى، يعني في صدى صوت في السلاكه يا جدعان، اعتقد يعني في صدى صوت جامد. تعالى شيماء، طب تعالى انت يا كوكو. طب اي حد طب اتحرجنا قصاد الناس، لا انت ولا هي. شيماء شكلها بعد ما اتجوزت هتنسانا. يا شيماء تعالى ناخدها احنا كده على ايدينا ونشوف النتايه دي هتعمل ايه. ايه ده يا شيماء؟ لا كده ازعل منك، هتغيري ولا يمكن شافتني الصبح وهي التانيه بلعب معاها وباكلها فزعلت مثلا؟ اكيد لا، مفيش الكلام ده يعني. ايه يا شيماء ثانيه، ايه زعلانه ليه يا شيماء؟ لا ما هو بصي، محدش هياخد معزتك من قلبي، يعني انت نمره واحد طبعا، صح ولا لا؟ انت نمره واحد، حتى المتابعين هيحبوك انت اكتر من اي حاجه. وطبعا كوكو ان شاء الله يعني ايه هيحبوها برضه باذن الله. يا كوكو قولي تعالي. بس كده امك كده يا جدعان. وبس ده كده يا جدعان الجديد، وده اللي احنا عملناه. وبحب اشكر كل واحد يا جدعان بيدعمنا بكلمه حلوه، واي حد برضك يا جدعان بينتقد فينا ربنا يهدي كل الناس. وشكرا لابو مكه وشكرا للناس جميعا، وان شاء الله انتظروا الجديد واللي جاي اقوى. وده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وكان معاكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.